يا ربي العمل عليك وشدها فيك وعلى خويا ان شاء الله، قلت ربي عطك زريقه على خويا. تفضل. مرحبا. لا مرحبا مين. صباح الخير. صباح الخير الناس اللي يسمعوا فينا الكل. اليوم راح نحكيو على موضوع الحقيقه اللي بدايه تطرح من وسط الدوزيام فاك، خلينا نقولوا وقت اللي نحكيو على نقص الاطارات الطبيه. واليوم الوزاره شنو عملت لمجابهه النقص هذايا؟ وزير الصحه كان في تصريح اعلامي ليه قال انه رانا قاعدين نتواصلوا مع عدد من الاطباء التونسيين بالخارج، وقال رانا نحبوهم نحاولوا انهم يقبلوا باش نستعينوا بهم باش يتكفلوا هما بالمرضى. أول حاجة عندنا دورة خرجت من أطباء الاختصاص، مشينا لهم اتصلنا بهم، عطينا تحفيزات باش يجوا يخدموا معنا المدة هذه على الأقل 6 شهور باش يعاونونا على مجابهة الفيروس هذا. ثاني حاجة ثم أطباء تونسيين في الخارج، ثم 3000 طبيب في الخارج اتصلنا بهم، عملنا معهم جلسة، هم الحق متحمسين باش يجوا يعاونونا في إطار اللي يقولوا لي موا ساباتيك، باش نشوفوا الفورميول الباهية ومش يجيونا مع تشجيعات في النقل والكل من التونسيات. هذا قلنا معه. والحل الثالث الرسمي هو الانتداب. طبعا احنا تو فاتحين باب الانتداب ل 300 طبيب، وكل ما يجي طبيب الانتداب لما نقبلوه، خاصة في الاختصاصات الحيوية كما الانعاش، التخدير، التصوير الطبي، امراض النساء والتوليد، وامراض الخمجية، امراض الصدرية اللي حاجنا بهم تو لمجابهة الفيروس هذا. احنا شو عملنا البارح؟ قول يا مين. حاجنا معناتها لمجابهة كورونا بامراض التوليد. معناتها قال ابارامون فما نقص نتصور مش دخل كورونا في التوليد. ما والله اسمع. اي سمعت. لا موافقه. سمعت حطينا سؤال يطرح. سؤال يطرح. التوليد في الكورونا هذه حاجه. الحاجه الثانيه تصور خاطر فما نقص الحقيقه. يمكن معناها في وسط الفاق هذه كشفت عن نقائص يمكن موجوده. تو فقنا كي جات كورونا، فقنا اللي كيما تو فقنا اللي عندنا ازمه في الانفراستركتور في المستشفيات نتاعنا هكا. ولا موافق عاد انت سيد العارفين هكا اما علاش 3000 طبيب؟ معناتها فهمت الحكايه ماهيش معناتها اعتباطيه. 3000 طبيب على كل عام حضاره هكا طبيب. باهي وعندنا تاريخ في 3000 سنه حضاره على كل فلا هكا على كل عام حضاره. جات 3000 كي جا 4000 رقم 4000 هيك حسبوها. احنا ايش عملنا امين؟ قلنا خلينا نتصلوا بمسؤول والا شخص ينجم يتكلم باسم الاطباء الموجودين خارج تونس. هذاك علاش البارح اتصلنا بقيصر سيسي اللي هو طبيب ممارس بقسم التخدير والانعاش بالمستشفى الجامعي بتولوز CHU تولوز، واللي هو زاده عضو بجمعيه الاطباء التونسيين بالعالم كما سميتهم انت قبيله جماعه الشامبيونز ليغ تاع الطب. دونك سالنا يمين قلنا خاطر زاده هو من بين الاشخاص اللي الوزير اتصل بهم، معناها هو من بين الناس اللي كانوا تولوز ويجي لتونس. هو من المفروض هذا الاقتراح نتاع الوزاره. دونك هذاك علاش سالنا اليوم الدكتور قيصر سيسي، قلنا له هل انه اليوم التحفيزات هذيا كافيه؟ شنو هي التحفيزات اللي تقدمت؟ وانتم شنو موقفكم انت حتى وزملائك لي كونفرير نتاعو شنو موقفهم من المقترح هذا نتاع وزاره الصحه؟ قلت لك مالوغوزمون الانيشياتيف لاسبي فينانسيي هو اللي خذا دوسو على لاسبي كيما نقولوا هيومانيتير. توا حتى حد ما يخفى عليه انه لا ماجوريتي نتاع الطب التوانسه يخرجوا لبرا، مش حتى بور سانستالي وكا بور فير دي فورماسيون ولا دي ديبلوم ولا دي سو سبيسياليزاسيون. دونك الوزاره اقترحت انها في ان كادر ريغلومونتير بور كون بويس ريانتيغري لي سيركوي دو سوان في تونس. التحفيزات هي حاجه عاديه برشا، معناتها يظهر لي حتى الطب اللي في تونس توا اكtuellement كي يمشي يخدم هو في الجهات ياخذ لا ميم ريمونيراسيون. ويأكد لك ابخي لو روتور معناتها نتاع لي كونفير نتاعي اللي انستالي برا، لا ماجوريتي نتاع العباد قالت لي مش باش ناخذ فلوس، يعني باش نرجع معناتها فولونتيرمون، مثلا باش نخدم جمعه في سوسه ولا باش نخدم جمعه في سيدي بوزيد ولا باش نخدم جمعه في القصري. هو لو بروبليم اي بلوتو دوردر جوريديك، اون نا با لو دروا دو براتيكي دون دو بيي. دونك لو برين ستورمينغ ولا كونسيرتاسيون السوجي برينسيبال نتاعها هي انه الوزاره مستعده تعمل مش تسهيلات، تصنع لو كادر ليغال باش الطب اللي يخرجوا لبرا ينجموا يرجعوا دو طون زون طون. اي سان بو كونكوراجي لو ميدسان انه ما ينساش بلاده وينسى البلاصه اللي يتعلم فيها الميدسين. دونك لاسبي فينانسيين اكد لك معناتها سي ان ديتاي انسينيفيون. وكما قلت لك لا ماجوريتي دي ميدسان اللي كلموني قالوا لي نحن ما حاجناش بالفلوس، معناتها متكبرين على الفلوس، لكن اذا نعملوا الحاجه هذه سي سور لاسبي هيومانيتير وباش نعاونوا بلادنا ونعاونوا لي كونسيتويان تاعنا. مانيفيك والله كي تسمع كلام هكا بالحق حاجه مشرفه ياسر. اما امين خلينا زاده نوصلوا معناها كلام وموقف نتاع جمله زاده من التوانسه اللي الاطباء التوانسه اللي موجودين في تونس، منهم اللي هو رئيس منظمه الاطباء الشوبان جد الهنشيري، واللي يقول هذا الوزير فعلا غير اهل لتحمل مسؤوليه وزاره الصحه. يقول توا من جهه الناس اللي تخدم في الكوفيد من مارس ومضحيه
ما خلصوش وب 1200 دينار في الشهر. وقال راهو السيد الوزير ماشي يعمل في اتفاق مع زملائنا في الخارج باش يجيبوا يخدموهم 8 ايام في تونس ب 4000 دينار الجمعه. بيان سور هذايا حسب الارقام اللي ابارامون قاعده. سامحني دونك قال السيد قال بليش ما فهمتش. لا المقترح نتاع الوزاره هو السيد قال احنا متطوعين نجموا نجيو بليش، لكن ابارامون بيان سور حسب كيف ما قلنا رئيس منظمه الاطباء الشبان يقول قاعد فما اتفاق مع زملائنا في الخارج باش يجيو يخدموا 8 ايام في تونس ب 4000 دينار الجمعه. قال انه زاد نعرف انه زملاء اللي قبلوا الامر هذايا ما همش يلوجوا في الفلوس، الناس تحب تعاون بلادها على الاقل، قال لي نعرفهم انا، لكن نحب نوصل لهم قال رساله نقول ما تتوقعوش اللي باش تخلصوا كان خدمتوا، خاطر اللي خدموا ديجا ما خلصوش. دونك هذايا حبينا جوست نوصلوا موقف اخر زاده واللي مهم اليوم. وخلينا زاده نحكيو امين اللي بالحق لليوم راهو فما الاطباء اللي خدموا في البريود نتاع الكورونا الكل راهو لليوم ما خلصوا حتى دينار. انت تبارك الله سور معناتها معلومه بيان سور سور من المعلومه، متاكده جدا من المعلومه. مش نسالك كيفاش مي بون معناتها متاكده مادامني قاعده نحكي في موضوع دونك ملمه بكل المعطيات. انا اللي معناتها الحل ساعه على الاخر هو والله مش صعيب، اللي يحب يجي يخدم بلاش مرحبا، والاولويه للطب التوانسه اللي موجودين في تونس. هذا هو اللي يحب يجي يعاون بلاده مرحبا به، احنا مفلسين ويعلم بينا ربي بالله، قالوا 4 ملايين في الجمعه يدي سليوا عني بيدي ما عندنا شيء، ما عندناش ولا ما عندناش. هذا كي واحد يجيب شي خدمه يقول والله اسمعني باش نعطيك 20 مليون في الشهر وهو ما عنده شيء، ما تيجي يخدم في الاخر ماكش تاخذ حتى شيء. هذول هكا اسهل يولي الحل اللي يحب يجي يعاون بلاده. صحيح نتصور الشفافيه تكون خير معناها في التعامل معناها بوضوح. الطياره خلصها وحدك زاد باش ما تقيدش كعملها مزيه كامله، ايجي اخويا على روحك عاون بلادك مستحقاتك، بعد كمل ارجع اخدم على روحك خدمتك، معناتها هكا تمشي الامور منظمه. تفضل نادي. انت حكيت على تذكره الطياره، نفس الجمله اللي كان قالها لنا البارح قاسر ساسي، نفكروا اللي هو طبيب ممارس بقسم تخدير والانعاش بالمستشفى الجامعي بتولوز. ريزيدون وين توا وقت ما عنديش برشا ملي كنت ريزيدون، بالحق الوضعيه نتاعهم صعيبه ومش قاعدين يخلصوا، لكن توا لازم ننساو هذايا الكل. الانيشيتيف هذه اللي عملتها الوزاره ما يلزمناش نركزوا برشا على الاسبي فينونسيي، على حكايه التسهيلات ولا التحفيزات اللي تصير للطب اللي يخدموا برا. لازم الساعه نلقاو لو كادر ليغال بار لا سويت تو سكي تحفيزات. انا بالنسبه لي سي ان ديتاي انسينيفيون، وناكد لك انه لا ماجوريتي كيما قلت لك نتاع الطب ils vont préférer انه تصير ريغولاريزاسيون نتاع الشهري نتاع الطب اللي موجودين في تونس، ومن بعد هما ils vont voir s'ils vont accepter ces rémunérations ولا لا، ومع الكونسي دو لوردر دي ميدسان ونتفاهموا مع الوزاره ونتفاهموا مع الطب، ومن بعد احنا نكونوا اول عباد. ناكد لك دابخي لي روتور، هذا مش رايي الشخصي، لو روتور العباد قالت لك اني خويا نروح نخدم في تونس ما حاجتيش نخلص تذكرتي وجوست تحطي لو كادر جوريديك وما نحبش فلوس، يعني ما ناخذش باش ناخذ فلوس. واضح كلام واضح جدا، معناتها معنا ما نزيدوا عليه، كلام معناتها معقول جدا. يعطيك الصحة أنت نادية. عايش كمين ميرسي. كان عندك إضافة فازي؟ لا هذا هو حبينا نوصلوا هكا المواقف الكل بخصوص الموضوع هذا. الأطباء اللي في تونس شنو أو جزء منهم شنو موقفهم، واللي موجودين برا شنو موقفهم. سيف مرحبا، الأخبار تو سويت إن شاء الله. ايش أخويا ولا لا ولا ما تتكلم معنا اليوم؟ جا نهارك شوية باش تتكلم يزي من الأخبار كهو اليوم باش يعطيكم. شفتها خويا الصباح صباح فل بخير. اش تاكلوا جماعة الأخبار الصباح؟ قهوة وطرف معجون وطرف عسل. لا ما نبقاش الوقت تزرب خويا الصباح. ان شاء الله ربي يوفقك سي سيف. يسمعوك في الاخبار ما عمرهم يذل ما سمعوك تتكلم. راهو في الدنيا راهو يعيش نورمال، مش روبو. راهو السيد يجي يعمل الاخبار ويمشي على روحه. لا وشخصية سيف زيد بالحق معناها سي ان بيرسوناج. اكتشفتني بالحق والله ربي يخليك لنا. خليني نكتشفك حتى انا. سيف مرحبا يا سيدي، الاخبار تو سويت راجعين جوست من بعد.